مفاوضات جادة مع النادي المصري البورسعيدي لانتقالك أو إعارتك من النادي الأهلي إلى النادي المصري، حقيقة هذه المفاوضات؟ فعلا في مفاوضات حقيقية مع النادي، بس المفروض ان كان في ورق كده متأخر بس. والنهارده ان شاء الله على الساعة 9 كده في مكالمة بين مستر كامل ابو علي وكابتن محمود الخطيب. محمد أستأذنك علي الصوت شوية. في النهارده هتبقى مفاوضات بين مستر كامل ابو علي وكابتن محمود الخطيب الساعة 9 ان شاء الله، والنهارده باذن الله يخلصوا الموضوع باذن الله، واللي عارف 6 شهور النادي المصري. يعني إذا رسميا هناك اجتماع ما بين الكابتن محمود الخطيب ومستر كامل أبو علي رئيس مجلس إدارة النادي المصري في تمام 9 مساء لحسم انتقالك على سبيل الإعارة 6 أشهر. ان شاء الله باذن الله النهارده اعرف باذن الله. محمد، ذكر المشاهدين مركزك ايه في الملعب؟ مركزي سيرد باك ناحية الشمال، وساعات بلعب ديفندر وباك ليفت ساعات برضه، بس المركز الأساسي سيرد باك اكتوبر. يعني سرد باك ناحية الشمال. منوي الجوزية شافك يا محمد؟ هو منه الصراحة ما شافنيش، بس هو بيقول يعني ان هم شافني مع منتخب الشباب 3 ماتشات اللي هم كانوا في بورسعيد، بس انا لما رحت معاه ما شافنيش في ولا ماتش ودي يعني. طيب، يعني مستر مانويل ما شافكش، ولكن الكابتن حسام كان يعلق عليك امالا كبيره، لماذا لم تكن في حسابات مانويل الجوزية مع زملائك اللي هم في حساباته من الشباب؟ والله يعني هي تبقى وجهات نظر طبعا. كابتن مانويل دلوقتي ما بيفكرش فينا، لان احنا دلوقتي عندنا منتخب شباب، عندنا افريقيا في شهر 3، فهو كان بعت لنا من بورسعيد عشان نلعب ماتش ودي، لكن هو ما شافناش. كنت انا وحسين السيد، وما شافناش حتى في تمرينه واحده، ما اتمرناش يعني، جينا وما اتمرناش كمان. يعني اذا انت تقترب رسميا من الاعاره للنادي المصري لمده 6 اشهر؟ ان شاء الله باذن الله هكون مع نادي المصري ان شاء الله. يعني بشكرك شكرا جزيلا محمد عبد الفتاح لاعب النادي الأهلي أو شباب النادي الأهلي. ساعات وفي تمام 9 اجتماع هام بين الكابتن محمود الخطيب نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والمستر كامل أبو علي رئيس نادي المصري لحسم انتقال محمد عبد الفتاح رسميا على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر. يعني بشكر زميلي أحمد وجيه على هذه المعلومة، وبشكر محمد عبد